الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. النهاردة هناخد النسك الثاني في أنواع مناسك الحج وهو القران. يعني إيه قران؟ يعني دخلت عمرة على حج بس ما تحللتش، بقيت على إحرامي وعليا ذبح برضو. والفرق بين القران والتمتع اللي هنقوله في الحلقة الجاية إنه بس ده هيخليني أبقى براحتي وده مش براحتي. فالنهاردة في القران أنا مش براحتي. يعني إيه؟ يعني هعمل العمرة وهظل على إحرامي لغاية الحج، فخلي بالكم من محظورات الإحرام. طب وأنا يا دكتورة إيه اللي يجبرني على القران؟ هيوفر لي سعي واحد للعمرة والحج. بعد كده لو خدت السعي مع العمرة يبقى هعمل طواف الإفاضة بس، وعليا ذبح فيه عشان دخلت عمرة على حج، نسكين مع بعض. بينفع امتى؟ تخيلوا، يوم 7 يوم 8 لما اروح يبقى استفدت بالعمرة وأنا لسه ما زلت على إحرامي، فيبقى القران ينفع لي. طيب لو أنا هروح بدري يوم 1 يوم 2 مش هينفعني القران بأي حال من الأحوال، ولازم آخد عبادة تانية أو نسك تاني وهو التمتع اللي هنقوله إن شاء الله في الحلقة الجاية، وعشان نبقى مع بعض كلنا عارفين كل المناسك نقطة ومن أول السطر.